أراد مسألة فليسأل عنها. أنا أول من يسأل يا إمام. تفضل يا شافعي. ما رأيك يا إمام في فقه أبي حنيفة السائد بين أهل العراق؟ ما رأيك أنت يا شافعي؟ ما شاء الله، أصبحت على خير يا أبي. الحمد لله، أشعر بالعافية. ائتيني بالعباءة لأخرج إلى المسجد النبوي. حسنا، ألا تستكمل اليوم راحتك؟ لا أضيع اليوم سدى، فلست أعرف كم بقي من العمر. الشافعي يعطي الدرس في المسجد فتهنيك. لا بأس من الذهاب، أسمع منه وأطمئن عليه. غطاء الرأس. نرفض الفقه الحنفي كله ولا نقبله كله، وإنما نحكم على كل مسألة بذاتها لنرى أدلة عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا إمام. إنما جئت أستمع إلى درسك. أستغفر الله العظيم، إذا حضر الماء بطل التيمم. فلتبقى يا شافعي حيث أنت. ما هكذا تعلمنا يا إمام. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وقدر غيره. تفضل يا إمام. ما أعددت نفسي لحديث بذاته، من أراد مسألة فليسأل عنها. أنا أول من يسأل يا إمام. تفضل يا شافعي. ما رأيك يا إمام في فقه أبي حنيفة السائد بين أهل العراق؟ ما رأيك أنت يا شافعي؟ لقد حاورت القادمين من العراق فوجدت فقه الرأي جديرا بالبحث والدرس، له ما له عليه ما عليه. كأنك لا تقتنع بفقه الأثر والسنة الذي آخذ به. كيف لا أقتنع يا إمام وأنت النجم الذي نهتدي به؟ في السماء نجوم كثيرة يمكن الاهتداء بها. بالله عليك يا شيخي وإمامي، لا تتهمني بالجحود وإنكار فضلك. أنا قصدت أن أتعرف على فقه جديد يعينني على اختيار طريقي. يا شافعي، ليس الوفاء للمعلم أن تأخذ برأيه، وإنما الوفاء أن تأخذ بمنهجه في طلب العلم من شتى مصادره. ذلك ما قصدته يا إمام. لقد جلست أبا حنيفة رحمه الله وحاورته، ولست تلميذه محمدا الحسن وناقشته، فأفدت من الحوار والمناقشة وإن لم آخذ برأيهما. ما الذي تأخذه على الفقه الحنفي يا إمام؟ آخذ عليهم أنهم يسقطون الأحاديث ويعمدون إلى الإفتاء بالرأي. ولكن لا يصح إسلام مسلم إذا رفض ما يجيء بالأحاديث النبوية. أبو حنيفة لا يرفض الأحاديث، ولكنه يتكلم في قبولها حتى لا يبقى منها ما يعينه على الفتوى. فمن بين آلاف الأحاديث لا يعترف أبو حنيفة إلا ب17 حديثا، والبقية يتشكك في صحتها. وماذا خلاف ذلك مما تأخذه عليه؟ أبو حنيفة يفترض مسائل لم تضع لها الحلول، وكذلك يتوسع في الحيل التي تقود إلى التحلل من الأحكام الشرعية. ربما كان يقصد التيسير وإيجاد المخرج بدلا من الوقوع في الإثم، ولكن ذلك يقود إلى الهروب من أحكام الدين والتحايل عليها. ذلك بعض ما تختلفان فيه، فما الذي تتفقان عليه؟ أوجه الاتفاق بيننا لا حصر لها. أولها أنني أرى ما يراه من ترتيب الخلفاء الراشدين على ما كانوا عليه. البعض تحفظ على عثمان بن عفان كثالث الخلفاء الراشدين وينسب إليه بعض المآخذ. ذلك ما لا أوافق عليه،
ويكفينا في ذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان. فيما تتحدثان؟ كانت زوجتك تحكي لي عن معاوية بن أبي سفيان. لعلها تشيد به وتعظم من شأنه. كان أقرب الناس لجدها عثمان بن عفان رضي الله عنه. ادعى أنه وليه المطالب بدمه. أعرف أنك لا تحب معاوية، ولكن يكفيه أنه جمع كلمة المسلمين على إمام واحد بعد الفرقة والتمزق. معاوية خال المسلمين، أخو أم حبيبة أم المؤمنين، وهو من كتبة الوحي وممن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا أحبه؟ ولكن هواك مع علي بن أبي طالب، ولا تنسى أن معاوية صارعه على الخلافة. أحب عليا كرم الله وجهه لا أنكر، ولكن الأحكام لا تجري على من أحب ونهوى. ما رأيك يا شافعي فيما دار من قتال بين علي كرم الله وجهه ومعاوية؟ لم أسمعك تتحدث في هذا الشأن أبدا. يا أمه، تلك فتنة عصمنا الله عن الخوض فيها بسيوفنا، فلنعصم أنفسنا عن الخوض فيها بألسنتنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ألا ترى ما يراه البعض من أن عليا كان أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان؟ هم عندي على الترتيب الذي كانوا عليه. هذا ما يطمئنني، فأنت توافق رأيي. في أي شيء؟ سوف تعرفه عندما يحين الوقت. أريد أن أعرف الآن. كانت تحدثني عن وليدها المنتظر، لو شاء الله وكان ذكرا ستسميه عثمان. لا بأس يا أم. توافقني من الآن حتى لا تعترض إذا جاء الوليد. أعترض في حالة واحدة. ما هي؟ أن يكون المولود أنثى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نواصل الحديث في هذا اللقاء أيها الإخوة عن ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. ما لك يا ليث؟ تزيد وتعيد عن عثمان وقد سبق أن حدثتنا عنه. أحدثكم يا أخي وألح في الحديث لأن بعض إخوانكم من المصريين شاركوا في الخروج عليه وتعاونوا مع المتآمرين عليه في حصره بداره بالمدينة حتى استشهد رحمه الله. ذلك الأمر مضت عليه سنوات طويلة. يا أخي، أشعر أن آثار ما فعل بعضكم لا تزال عالقة في نفوسكم، ومن العدل أن نصحح ما توارثتموه من أفكار فاسدة. تعرف أن هوانا في مصر مع علي بن أبي طالب وليس مع عثمان بن عفان. حدثنا عن علي كرم الله وجهه من أقرب المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عنه صلوات ربي وسلامه عليه: أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، غير أنه لا نبي بعده، ولا أحد يطاول عليا في علمه وشجاعته وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كأنك تشيد بعلي كرم الله وجهه وتشيد بعثمان في نفس الوقت. يا أخي، علي له مكانته وعثمان أيضا له مكانته، وهما ليس متضادان أو متنافران، جمعتهما الصحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل على نصر دين الله، لكنهما يختلفان في المنهج والاتجاه. علي كرم الله وجهه بايع عثمان بالخلافة وعاونه عليها ودافع عنه عندما حاصره المتآمرون في داره، وأرسل ولديه الحسن والحسين رضي الله عنهما للقتال دونه، وكان يقول:
بعد مقتله رحمه الله: اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. ذلك لا يبرر حماسك في الدفاع عن عثمان. يا أخي، عثمان رحمه الله تعرض لادعاءات وافتراءات لم يتعرض لها علي، ولهذا أردت أن أوضح الظلم الذي وقع عليه. ولكن بعضها حق. هاتوا ما عندكم من الادعاءات والافتراءات التي تنسب لعثمان وأنا أجيبكم عليها. لا تؤاخذيني يا أماه، أخلفت ظنك وما دبرت لقتل أبي كما توقعت. ما هذا الذي تقوله لأمك؟ كيف سورك الشك في أمر كهذا؟ ظننت أنك لو رأيتني أقتل أبي ما صدقت عيناك. كل من في القصر ساوره الشك. وأنت أيضا يا رشيد سامحك الله، رفضت أن تبايعني بالخلافة حتى تتأكد من براءتي. أنت بسلوكك الشائن كنت السبب في سوء الظن بك. رفضت أن تقابل أباك، ومن وضع نفسه في موضع الشبهات اتهم ولا أجر له. فعلت ما فعلت لأنك حاولت في حياة أبي أن تنزعي حقي في الخلافة، وأحسبك تحاولين بعد موته. يا هادي، والله لا أغتصب حقك، فأنت ولي العهد وأنا أول من يبايعك. وتغضب أمك التي أوصاك الله بطاعتها. وما يغضبني في أن تصير الخلافة إليك أو لها. أنت ولدي على كل حال، وكل ما أتمناه أن تكون أهلا لها. يا أماه أنا لو أحب أن أكون عاقا، فعقوق الوالدين هو الذنب الأكبر بعد الشرك بالله. أخيرا أدركت ذلك. تقدم وقبل يدي أمك، فالجنة تحت أقدام الأمهات. أسألك الصفح عني يا أماه. هذا يتوقف على ما تفعل بعد أن تتولى الخلافة. شيء واحد لا أستطيع أن أعدك به، لك كل ما تطلبين إلا التدخل في أمور الحكم. لا فائدة، لم تتغير ولن تتغير. ما لنا نسبق الأحداث. أمي لا تتدخل في أمور الحكم لشهوة الحكم، ولكن حرصا وخوفا عليك. تنصحني بما تشاء كما تشاء، وستجدني مستجيبا لها، ولكن لا أحب لها أن تتصل بالناس أو يتصل الناس بها، فذلك ما يثير الأقاويل والشكوك. كل ما ذكرتموه محض ادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة. وماذا عن تولية عثمان بعض أقاربه ولايات المسلمين ولم يكونوا جديرين بها؟ ما معاوية بن أبي سفيان فقد ولاه عمر وليس عثمان، وأما الوليد بن عقبة فقد قال عثمان: ما وليته لأنه أخي ولكنه ابن عمة النبي. وأما عبد الله بن أبي السرح الذي ارتد بعد إسلامه فقد تاب وحسن إسلامه. وماذا عما فعله من حرق المصاحف؟ ذلك خير ما فعل يا أخي، فقد جمع الناس على مصحف واحد وأمر بحرق ما عاداه من المصاحف، بعد أن اختلف الناس في قراءة المصاحف الأخرى، فأراد أن يحسم هذا الخلاف. وماذا عما نسب إليه من ضرب عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود ونفي أبي ذر إلى زبدة؟ أما ضرب عمار وابن مسعود فباطل وزور لا أساس له من الصحة، وأما نفي أبي ذر فأبو ذر هو الذي استأذن في الخروج إلى الزبدة فأذن له عثمان. ما كنا نعرف كل ما ذكرت لنا عن عثمان، لقد طهرت قلوبنا من الظنون التي صورتنا حوله. تذكروا دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابه، من أحبهم فقد أحبني، ومن آذاهم فقد آذاني. أفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان، وعلي
كرم الله وجهه كسائر الصحابة. كيف تنتقص من قدر علي يا إمام؟ أنا لم أنتقص من قدره، ولكن قلت كسائر الصحابة، وليس بين الصحابة هو ناقص القدر. ولكن مكانته لا تقل عن الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه. يكفي عليا فضلا أنه صاحب رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، روى عنه وجاهد معه فضلا عن قرابته له. ألا يجعله ذلك كله في مكانة أبي بكر وعمر وعثمان؟ دعني أصارحك يا إمام، إنما تريد أن تسترضي العباسيين وتجاملهم لأن أبناء علي كرم الله وجهه ينافسونهم على الخلافة. يعلم الله أنني لا أجامل أحدا على حساب مصلحة المسلمين. أعرف سبب موقفك من الإمام علي بن أبي طالب. أنت لا تنسى أنه نقل مقر الخلافة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكوفة، وأنت لا تعدل بالمدينة مكانا آخر. ليس الأمر كما تقول يا رجل. كيف تساوي يا إمام بين علي وسائر الصحابة؟ وقد رويت في كتابك الموطأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيله عليا، فقد قال له: أنت أخي في الدنيا والآخرة. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. ذلك كله أعرفه وأرويه عن صاحب هذا المقام. ما دمت تعرفه وترويه، لماذا إذن لا تضع عليا في مكانته التي هو جدير بها؟ صارحنا يا إمام حتى نفهمك في هذه المسألة. هواي يصارع عقلي فأغلب العقل على الهوى. لا نفهم ما تعني. أحب عليا وأضعه بقلبي في المكانة التي تتحدثون عنها، لكني أراجع الأمر بعقلي وأرى أعوان علي وأنصاره خاضوا المعارك ولا يزالون يوالون الخروج على الحاكم سعيا للخلافة. أخاف أن نعطيهم سندا يبررون به معاركهم المتصلة لإثارة الفتن والاقتتال في مواجهة ولي الأمر الذي أمرنا الله بطاعته. أمير المؤمنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعتكم أهل الحل والعقد والعلماء والفقهاء أشاوركم في أمور الحكم، فما كنت قاطعا أمرا حتى تشهدوا. بارك الله فيك يا أمير المؤمنين. أنتم أهل الشورى، أسألكم الرأي وعليكم واجب النصح تبادرون به دون سؤال. نفعل إن شاء الله. دعوني أبدأ بما عندي. هذا أخي هارون الرشيد، ولي عهدي وله من الأمر مثل مالي. أين خازن بيت المال؟ نعم يا أمير المؤمنين. اعرض عليه ما في خزائن بيت المال ليأخذ منه ما يريد. لا أخذ شيئا حتى أستأذن. بقي شيء آخر أريد أن أوضحه لكم. لا أحب أن تتدخل النساء في أمور الخلافة والحكم. أحسنت يا أمير المؤمنين. ما صار عليه الأمر فيما مضى انتهى أمره وانقضى، ولن يتكرر مرة أخرى. لعل ذلك يكون. دعوني أصارحكم. كان بينكم من يتوسل إلى أمي لقضاء حاجته، حتى صارت المواكب تغدو وتروح ببابها. هذا الأمر لن يتكرر. والله لئن بلغني أن واحدا منكم قصدها أو وقف ببابها لأضربن عنقه وأقبضن ماله. أمي حقها علي الرعاية والرحمة، وليس من حقها التدخل في أمور الخلافة على أي نحو. أبلغوا الناس ذلك عني، فقد أعذر من أنذر. عدت إلى أحبابك وعادوا إليك. كم أنا بحاجة إليكم
أريد من يخفف عني أعباء الحكم. والطرائف. ما عدنا نذكر الطرائف بعد الذي ذقناه من كآبة السجن وقسوة الجلد. لا تزال آثار السياط على أجسادنا. لقد فعل الهادي كل ما يقدر عليه لإطلاق سراحنا قبل أن يتولى الخلافة، ولكن رئيس الشرطة لم يبال به، بل تحداه وعانده وضاعف العقاب الذي كان يوقعه بنا. سوف يدفع رئيس الشرطة ثمن فعلته. أرسلت في طلبه وهو قادم إلينا الآن. كان يعصي ولي العهد، ولكنه لا يستطيع الآن عصيان الخليفة. مولاي الخليفة، رئيس الشرطة بالخارج. دعه يدخل. سمعا وطاعة يا مولاي الخليفة. الآن عرفت السمع والطاعة؟ أتذكر يا رئيس الشرطة عندما ذهبت إلى السجن وناشدك الإفراج عن أصدقائي هؤلاء؟ أذكر يا مولاي. ولكنك رفضت الاستجابة وضاعفت لنا العقوبة تحديا وعنادا. أتعرف جزاء ما فعلت؟ كم عدد السياط التي جلدتكم؟ ضرب الواحد منا 10 سياط. سوف أجلدك 40 صوتا، ثم ألقي بك في السجن 4 أضعاف المدة التي أمضاها أصحابك. هذا هو العدل، بل هو رفق، فالرجل يستحق أكثر من ذلك. خذه أيها الحارس لتنفيذ ما أمرت به. دعني يا سيدي أبرر لك. ماذا بوسعك أن تقول؟ أتحدث بعدما يأذن لي الخليفة. قل ما عندك. إنما فعلت ما فعلت بأمر أبيك الخليفة المهدي رحمه الله. ولكنك لم تبالي بما طلبته منك وألححت عليه. لو أنك قلدتني ما قلدني المهدي، لو أنك أمرتني ما أمرني به، لو بعثت إلي بعض أبنائك الذين خالفوا أمرك، أكان يسرك أن أطيعهم وأخالفك؟ أكان يرضيك أن أستجيب لهم وأخرج عليك؟ لا لا، كذلك كنت لأبيك وكذلك أنا لك. أنت قوي الحجة سليم المنطق. عفوت عنك ووليتك ما تتولاه، وأمرت لك ب1000 درهم. شكرا يا مولاي، شكرا يا مولاي، شكرا. ما الأخبار يا مرجانة؟ ما الأخبار؟ أية أخبار يا مولاتي؟ أخبار كيف؟ ما عاد فواز يرسل بالأخبار منذ أن تولى الهادي الحكم، ولقد أرسلتك لتسأليه عن هذا التغيير. لا أظنه يبعث بأخبار. كيف؟ الخليفة الهادي يا مولاتي حذر الجميع من الاتصال بك. ولكن فواز يعلم أنني وضعته في كرسي الوزارة بعدما وعدني بإبلاغي بكل الأخبار قبل أن تصل إلى الخليفة. اختلف الحال بعد خلافة المهدي. الهادي ولدك يهدد بالموت كل من يتصل بك. وهل خاف فواز من هذا التهديد؟ ماذا قال لك عندما قابلته؟ رفض أن يقابلني وطلب من جاريته ألا أعاود الاتصال به مرة أخرى. ما عاد يبالي بالخيزران ولا يهتم بأوامرها. أنا التي وضعته في مكاني، وأنا التي أنزعه منه. يتصور يا مولاتي كما يتصور الناس أنه ما عاد لك من الأمر شيء. لا يزال الأمر في يدي، وسوف يدفع ثمن جهوده هذا. لا تكف عن السؤال عن المذهب الحنفي. الحكمة ضالة المؤمن يبحث عنها أينما يجدها يا إمام. ترى الحكمة فيما يقول أبو حنيفة، لماذا لا تأخذ بالمذهب الحنفي؟ لا آخذ بمذهب حتى أقتنع به. لا أفهمك يا شافعي. أرى أن المذهب الحنفي جدير بالبحث والدرس، هذا كل ما في الأمر. ألا يكفيك ما تعرفه عنه؟ لا يكفيني يا إمام. وددت لو أذهب إلى العراق لأستقي هذا الفقه من منابعه. وما يمنعك السفر؟ ما أظن أمي تقوى
عليك إذن أن تعدل عن السفر حتى لا تتركها. أول العلم يا شافعي بر الأمهات، ولا أجر في علم تطلب آخرة وتترك أولها. لن أكون عاقا لأمي مهما كانت الأحوال. لا أخاف عليك العقوق، ولكن أخاف ضياع فرصتك في ثواب لا يعدله ثواب آخر. أتعرف الصحابي الذي أراد الجهاد في سبيل الله، فلما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بوجود أمه قال له: قابل الله في برها، فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. أترك الأمر لله يوفقني إلى ما فيه الخير. يعلم الله أنني ما أسفت على موت أحد كما أسفت على موت أمي، وما صليت صلاة إلا دعوت لها. أحس أن هواك مع السفر إلى بغداد، فمتى تنوي السفر يا ولدي؟ في أي وقت تحبين يا أمه. وما شأني أنا؟ سوف تكونين معي بالطبع، وسوف أعاونك طوال الرحلة يا عمتي. ليتني أستطيع يا ابنتي. لم أعد أحتمل سفرا طويلا. لا نستطيع أن نتركك وحدك يا عمتي. لن أغادر المدينة دونك يا أمي، وسأبقى هنا معك. ولكنك يا ولدي تسافر من أجل العلم الذي وهبت له نفسك. لن أضيع ثوابي في طلب العلم بالتقصير في رعايتك يا أمي. بالله عليك يا شافعي، لا تتراجع عما نويت. خذ زوجتك وسافر، وسأعرف أنا كيف أدبر حالي. لن أتركك وحدك يا أمه. بوسعي أن أجد كل ما أطلبه من العلم عند القادمين من العراق، ولكني لن أفرط في ثواب البر بأمي. بل تسافر يا ولدي، فليس هناك شيء أشق على نفسي من أن أكون عائقا يمنعك من تحصيل العلم. انتهى الأمر يا أمه، فلن يغير الحوار شيئا. عندي رأي يا شافعي يوفق بين ما تطلب من علم وما تخشى من التقصير في حق أمك. ليتنا نجد الحل يا حمدة. الحل أن تذهب إلى بغداد كما تشاء، وسأبقى أنا هنا مع عمتي أرعاها حتى ترجع. بل تسافرين مع زوجك يا حمدة. بارك الله لك يا حمدة. لا تصل غيبتك عنا، فإن طالت عليك أن تقطعها بالتردد علينا. ما رأيك يا شافعي؟ سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت أوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطري. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. هذا كل متاعك يا شافعي؟ كلما خف المتاع سهل التنقل والسفر. العلم يحملون الكتب أينما ذهبوا. كتبي أحملها في رأسي، فما قرأت شيئا مرة أو مرتين إلا حفظته والحمد لله. بارك الله فيك وبارك لك. وسعك الآن أن تعود إلى الدار يا إمام، فلسوف أبدأ السفر. تسافر ماشيا؟ أتعرف كم هي المسافة إلى بغداد؟ الهدف الذي أقصد يهون علي الطريق. لا يأخذك الحماس، فلا بد من دابة تحملك. يا رجل يا رجل. يا إمام ماذا تفعل يا إمام؟ ليس معي ثمن هذه الدابة. معي بقية مما أرسله الليث بن سعد. أعطيتني نصه الزواج وتعطيني ما بقي للسفر. ها، كم تطلب ثمنا لهذه الدابة؟ لا أقبل أقل من دينار. هو لك، تفضل. بقي معي ديناران، وأحسبك تحتاجهما
لطعامك وطعام الدابة. تفعل كل هذا لأجلي يا إمام؟ بل أطمع في ثواب من يعين طالب العلم. أستودعك الله. لا أظن إقامتك تطول في بغداد، فقد تركت في الحجاز الزوجة والأهل. وتركت فيها المعلم الذي أخذت منه العلم والفضل. لن تطول غيبتي بإذن الله. قل لي يا أبي، لما لا تزوج أخي حمادا كما زوجت صاحبك الشافعي؟ ما وجدت العروس المناسبة بعد. لكني وجدتها، وما أظنك تجد خيرا منها. أبي، ما رأيك في نفيسة؟ نفيسة طلبها للزواج 4 من خيرة فتيان المدينة، بينهم المؤتمن ابن جعفر الصادق، وخالد بن سلمان، وأشهب بن إسماعيل. لكن أباها لم يرد على أحد منهم بعد. تعلمين أن أباها جاءني قبل يومين ليطلب مني أن أعاونه في اختيار الزوج الأنسب لها، فهل أقول له دع كل من تقدموا لها وخذ ولدي؟ أبوها يجلك كثيرا، وما أظنه يرفض لك طلبه. لا أحب أن أضعه في حرج أو أضع نفسي. أي حرج؟ قل له إن حمادا يريد أن يتزوجها، واترك له الخيار في من تقدموا لخطبتها. وهل تحسبين أن حمادا ولدي كفء لنفيسة حتى أطلبها له؟ يا أبي، الكفاءة في مذهبك تقوم على الاستقامة والصلاح، لا أكثر من ذلك. وأخي حماد لا يفرط في فرائض الله ولا يقرب محارمه كما تعلم. نفيسة يا فاطمة حفيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تنتسب إليه بأبيها وأمها. وأنت من تقوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشر أحاديثه وعلمه. من أقرب إليه منك؟ ها يا أبي، ماذا تقول؟ على بركة الله، سوف أذهب إن شاء الله إلى والي المدينة وأطلب ابنته لولدي. مرحبا بك يا إمام دار الهجرة. أي خير قادك إلينا؟ بارك الله فيك. كنت تشاورني قبل أيام في من أرشحه زوجا لابنتك نفيسة، وأريد أن أضيف إلى المرشحين خامسا. لا حاجة للإضافة، فقد أعفاني الله من الاختيار الصعب، وما عدت بحاجة إلى المفاضلة بين من هو أصلح لها. انتهى رأيك إلى واحد منهم؟ ما هو بري؟ ليلة أمس جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومي وقال لي: زوج ابنتك نفيسة لإسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق. فما رأيك يا إمام؟ أي رأي لي أو لك بعدما اختار لها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ على بركة الله يتم الزواج. كم طلبت منك يا أبي أن تعجل بطلب نفيسة لأخي حماد، ولكنك تأخرت حتى طلبها إسحاق. ما هي العجلة ولا التأخير، وكل شيء عنده بمقدار. لقد اختاره لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حسبت علمك يا أبي يشفع لك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزكي ولدك للزواج من نفيسة، ولكن
لكني تمنيتها لأخي. إذا كان علمي يشفع لولدي فأولى بعلم جعفر الصادق أن يشفع لولده. أكان جعفر الصادق أعلم منك؟ مني أنا يا فاطمة؟ ليتني قطرة في بحر علمه. ما من أحد يا ابنتي إلا وانتفع بعلم جعفر. سفيان الثوري وأبو حنيفة النعمان وأنا. أكنت تعرفه يا أبي؟ كنت في صبايا أتردد عليه، وما رأيته إلا على 3 خصال: إما مصليا، وإما صائما، وإما يقرأ القرآن. وما أتيته قط إلا ويخرج الوسادة من تحته ويجعلها تحتي، رحمه الله. أن يكون صلاح الأب يا أبي سببا في خير يصيب ولده؟ هو بشارة بالخير يا فاطمة. يقول الله تعالى في سورة الكهف عن اليتيمين اللذين استخرجا كنزهما المخبوء في الجدار وكان أبوهما صالحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. انتظر يا فتى، روح الصلاة خشوعا يا أخي. صلاتك بهذه الصورة غير مقبولة. وما أدراك أنت بما تقول؟ لا تفتي بما لا تعرف. عليك أن تعيد صلاتك، عليك أن تطمئن في الركوع والسجود وتتمهل في التلاوة حتى تتفهم ما تقول. ما رأيتك قبل اليوم في هذا المسجد. وصلت من الحجاز منذ قليل. هكذا أنتم يا أهل الحجاز، فيكم غلظة وشدة لا نعرفها في العراق. خذ بالنصح يا أخي ولا تكابر. هذه صلاتي منذ بدأت الصلاة وما عابها أحد علي، وشيخي يوافق عليها. ومن شيخك؟ لا شأن لك. الإفتاء بغير علم إثم كبير، وبعض من يفتي الناس أحق بالسجن من السارق. أحسنت يا إمام، صار الإفتاء صناعة من يعلم ومن لا يعلم. ما بك يا سلمان؟ رجل من الحجاز يعيب على صلاتي. لا تعبأ به. قلت له شيخي يوافقني على صلاتي ولكنه استنكرها. ما لنا بهذا الرجل؟ اسمع يا سلمان، أريدك أن ترده إلى نفسه. اذهب إليه واسأله بما يدخل المصلي إلى الصلاة. هيا يا إخوتي، آفة المرء أن يجهل ثم يجهل أنه يجهل. يا من تدعي العلم وتفتي بما لا تعرف، يسألك شيخي بما يدخل المصلي إلى الصلاة. يدخل إلى الصلاة بفرضين وسنة. يا شيخي، يقول الرجل
يدخل المصلي إلى الصلاة بفرضين وسنة. فرضين وسنة. يا سلمان، اذهب إلى هذا الرجل وادعوه إلى مجلسنا. هيا. لا بد وأن هذا الرجل على درجة كبيرة من العلم ويستحق أن نتحاور معه. شيخي يدعوك إليه. قم يا رجل معي. لا حاجة لي عند شيخك حتى أذهب إليه. لو أراد لقائي فليأتي إلي. وهكذا إخوتي انتهى درس اليوم. ونلتقي في الغد إن شاء الله. أما من أسئلة؟ سلمان، ما جئت به؟ يقول لي الرجل: إذا أراد شيخك لقائي فليحضر إلي. هذا الرجل فقد عقله ولا يعرف ما يتحدث به. بل كامل عقله ويحسن ما يقول. سأذهب إليه بنفسي.